نحب نقول كلمة بالعربية الفصحى نسمعها. 60 عاما من قرطاج و60 عاما من الوفاء للفن. في هذه الليلة لا نحتفل ب60 عاما من مهرجان فقط، بل نحتفل ب60 عاما من ذاكرة وطن. هنا على هذا المسرح مر الكبار وغنى العظماء وصفق لهم شعب آمن بأن الفن ليس ترفاً بل جزءاً أو جزء من الهوية التونسية. الوقوف اليوم على ركح قرطاج في الذكرى 60 لهذا المهرجان العريق ليس مجرد حفل بالنسبة إلي، بل هو لحظة وفاء، وفاء لمن صنعوا هذا المجد قبلنا ولمن علمونا أن الفن رسالة وأن الأغنية الصادقة تعيش أطول من أصحابها. أنا لم آتي الليلة لأمثل جيل فقط، بل لأحمل معي أصوات من سبقونا وأمد يدي إلى من سيأتون بعدنا. فالفنان الحقيقي لا يبدأ من نفسه، بل يبدأ ممن ألهموه ويترك أثراً لمن سيواصلون الطريق بعده. هذه هي قرطاج. 60 عاماً ليست مجرد رقم، إنها 6 عقود من الأحلام ومن الموسيقى ومن اللقاء بين تونس والعالم. شكراً لكل من سبقنا، وشكراً لكل من يواصل معنا، وشكراً لكل من سيأتي بعدنا. عاشت قرطاج وعاشت تونس وعاش الفن الذي يجعل الأجيال تتعاقب. بينما تبقى الروح واحدة، فالرسالة الحقيقية لمهرجان قرطاج ليست أن نستبدل جيلاً بآخر، بل أن نسلم الشعلة من يد إلى يد دون أن تنطفئ. لأن الحضارات، آخر جملة، لأن الحضارات لا تعيش بالحجارة وحدها، بل بالأصوات التي تحفظ ذاكرتها وبالفنانين الذين يحملون روحها عبر الزمن. والآن دعونا نتحدث باللغة التي نفهمها جميعا، لغة الموسيقى.